ويلكم باك يا فيلمهوليكس. بما ان الشتاء خلاص دخل علينا بصدره وعامل معانا الغلط اليومين دول، فدول شوية مسلسلات تشوفها كده وانت تحت اللحاف يحسسوك بشوية دفى وسط التلج اللي احنا عايشين فيه ده. بليغ واللي مديون ب5 مليون يورو الدنيا بتضيق بيه، فبيقرر انه يرجع يقعد ويتدارى وسط اهله وناسه، بس بيتفاجئ ان في حرب اهلية دايرة بين العيلة، فبيحاول ان هو يصلح ما بينهم على قد ما يقدر على امل ان هم يدوا نصيبه من ورث ابوه. كل ده بيدور في اجواء بتتنوع بين الرومانس والكوميدي والدراما. المسلسل بجد خفيف قوي ويخليك اللي هو عايز تشوفه تاني وما تزهقش ابدا. ده وعبد الحميد زوجين من الفئة المتوسطة، معاهم 5 عيال والكبير على وش جواز بس كده، فبنعيش معاهم بقى رحلة إن هما بيجهزوها للجواز، وعلى جنب كده بنناقش شوية قضايا من اللي بتواجه الشباب والبنات في المراحل السنية المختلفة. ميكس لذيذ بين الكوميديا والدراما، وكل ده في أجواء من الدفى والألفة اللي بيخلوك تحس إنك واحد من العيلة دي. حسن ونادية كل واحد منهم عايش لوحده، ومعاه سواء 4 أولاد أو 4 بنات، لحد ما بيتقابلوا وبيقرروا ان هم ياخدوا اغرب قرار اي حد في وضعهم ممكن ياخده، وهو انهم يتجوزوا ويعيشوا كلهم بولادهم في بيت واحد. فبنعيش معاهم اجواء الحرب اللي بتدور بين الشباب والبنات علشان يطفشوا بعض، ودورهم في ان هم يصلحوا ويألفوا ما بينهم علشان الدنيا تمشي. ده غير ان صبري فواز اللي هو حسن يعني ليه ماستر سين في الحلقة الأخيرة من المسلسل بالنسبة لي من أروع الأداءات اللي عملها صبري فواز في مسيرته، ده إن ما كانش الأروع. المشهد ده بجد لمسني من جوه ودمعت وأنا بتفرج عليه، وده لأنه بيحسرني على حالنا اللي وصلنا له دلوقتي، وبيحسسني بكم نوستالجيا كده غريب مش طبيعي، وده لأن بجد وحشني نفسي زمان قوي على رأي أحمد سعد، ودايما عندي حنين كده ونوستالجيا للماضي والأيام زمان. بجد لو مش عايز تشوف المسلسل كله ما يفوتكش المشهد ده، هتلاقوه على اليوتيوب عادي. علي بيشتغل الشغلانة اللي بيحبها وجاب العربية اللي كان بيحلم بيها، بس مع ذلك مش مبسوط، بل وكمان عايز ينهي حياته وينتحر، بس القبطان بيتدخل وبيقطع عليه اللحظة دي، وبتنشأ بينهم علاقة صداقة ودويتو لذيذ. فبيقرر علي إن هو يأجل فكرة الانتحار دي ويركنها على جنب شوية كده لحد ما يحقق للقبطان العيشة اللي كان بيحلم إنه يعيشها. بس في الآخر علي بيكتشف إن رحلته دي غيرت حياته هو، وعدلت أفكاره ونظرته للحياة، وخلته يلاقي نفسه من تاني بعد ما كانت تايهة منه. المسلسل بجد عميق جدا وبسيط في نفس الوقت، وحقيقي من أقوى الأداءات اللي عملها أمير عيد وكامل الباشا، والعلاقة اللي ما بينهم ما بين الشاب والشخص أو الشيخ الكبير، العنفوان بقى والشباب والطيش مع الحكمة مع الندم إن هو ما جربش حاجات جديدة، بتحسسك بميكس مشاعر ما حصلش. بس كده، دي كانت قائمتي للأفلام اللي ممكن تشوفها وأنت تحت اللحاف. قولوا لنا هتختاروا تشوفوا إيه، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوا اللي جاي.